الريل تشينج أو التغيير الحقيقي بيبدأ منين؟ ناس كتيرة فاكرة إن لازم يكون عنده ظروف جديدة أو حياة مختلفة عشان يتغير، لكن ده مش حقيقي. التغيير بيبدأ من جوه مش من بره. كلنا عندنا صراع داخلي ما بين جزئين، جزء عايز يتطور ويتغير ويبقى أحسن، وجزء تاني بيشدك لورا وعايزك تفضل في منطقة الراحة أو في الكومفورت زون بتاعتك. 4 حاجات يوقفوك عن التغيير. أول حاجة الخوف من الفشل، أنت خايف تفشل فما بتحاولش أصلاً. تاني حاجة الكلام السلبي اللي بتقعد تغذيه وتقوله للسبكونشس أو لعقلك الباطن لحد ما بيصدقه. المثالية إنك لازم تبقى جاهز 100% قبل ما بتبدأ تتغير أو تعمل حاجة فما بتحاولش أصلاً. العادات القديمة، تفضل تعمل نفس العادات اللي أنت بتعملها ومش هتوصلك لحاجة. لكن التغيير مش كده. ابدأ بخطوات صغيرة كل يوم وانت هتلاقي نفسك بقيت غير الأول وبدأت تتغير وبدأت تبقى أحسن. وابعد عن المثالية وعن جلد الذات. وأخيراً لازم يكون عندك بيئة داعمة. في حاجة في علم النفس اسمها السوشيال بروف، وهي إن الإنسان بيستمد طاقة التغيير بتاعته أو يعرف إن هو ماشي في الاتجاه الصح أو لأ من خلال البيئة اللي حواليه. بيسيك approval in others' eyes، يعني بيدور على نجاحه في عيون الآخرين. فلازم تخلي بالك ولازم يبقى عندك بيئة بتسبورت يو أو بتدعمك للتغيير اللي أنت عايزه. وأخيراً ابدأ التغيير من جوه، كل حاجة بره هتتغير بعدها.